يا هاني علي اللي دخل بيتي عافيه واجبار هو ومراتي. وكان رجل اعمال صاحبي وكان جاي يزورنا وكذا. مش ماليش فيه، مش قصتي انا. حرمه بيتي يا بابا كان ليه حرمه. انما بص الاقي علاء رجب وجايب له واحده لبنانيه، مش ده، مش الاحداث دي حصلت من 2015. علاء رجب ده كان تطور للفساد. كانت بدايه تطور الفساد في حياتنا ولا ما كانتش بدايه تطور الفساد في حياتنا؟ يجيب لي معاه واحده لبنانيه وواحده عمانيه ويرقصوا في صالون بيتي. قلت لك الكلام ده ما يمشيش معايا وما احبوش، مشيه. قلت لي دفي يا مري مشيه. ما كنتش انا اللي بتصدى للكلام ده. مش علاء ده محمود صاحبنا التوني اللي كنت بتدخل لي بيه الساعه 3 الفجر البيت علشان قال ايه صالحنا على بعض وتحط لي تحت امر واقع. ايوه مساء الخير. انا استاذ احمد قال لي اتصل عليه. ما هو انتي اتصلتي اكتر من مره. ايوه يا فندم، هو عارف انا مين، حضرتك اساليه. طيب ما انا بسالك انتي مين؟ ما حضرتك اساليه يا فندم، يعني حضرتك بتساليني انا ليه؟ حضرتك اساليه انا مين. هو انتي مش عارفه اسمك ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لحضرتك اساليه هو مين. انا كنت بتواصل معاه عشان انا ليا عنده فلوس وانا تعبانه وعايزه اتعالج. لما انتي ليكي عنده فلوس وتعبانه وعايزه تتعالجي وعايزه تتكلمي بالحكمه، اتكلمت. ادخلي حضرتك شوفي رسايل، انا بعتله رسايل على الصفحه بتاعت الصفحه بتاعت البرنامج. مش عارفه هو ما ردش عليا. بعتله رسايل على الواتس. ليه طلعتي عند بصي يا استاذه، بصي يا استاذه، بصي يا استاذه، انا على جوزي وطلعتي امك تتكلم وتحكي حكايه غريبه عن جوزي. يعني ليه عملتي كده؟ ليه ما لجأتيش من الاول انك تواصلت معاه يا فندم، تواصلت معاه ما ردش عليا. هو يعلم ان انا مش كدابه. تواصلتي معاه بعد ما طلعتي؟ لا اقسم بايات الله مش بعد ما طلعت، قبل ما اطلع والله العظيم. يعني من قد ايه كده؟ حضرتك ادخلي شوفي الرسايل على الصفحه وعلى الواتساب. من قد ايه يعني؟ من شهر مثلا؟ تواصلت معاه كتير يا فندم، تواصلت معاه كتير. اصل احنا من شهر ونص شهرين شايفين لك حاجه ومطلعه مامتك وقصه حكاوي وحاجات غريبه. من شهر ونص شهرين؟ لا هاتيلي الحاجه اللي من شهر ونص شهرين دي يا فندم. احمد بيه كنت دايما توعدني تقولي ان شاء الله هديكي فلوسك، ان شاء الله هديكي فلوسك السنه والتانيه والتالته، وبقى ده حالي في الاخر. طب ليه كده؟ انا ما عملتش معاك غير المعروف يا احمد. فاكره فاكره اما قلتيلي مريم دي لعنه يا احمد زمان، فاكره؟ انت اللي كنت بتقعد تقول مريم دي لعنه ومش هتنتهي مش هتسيبني. انت اللي قلتيلي. كنت بتفضل تقول كلام كتير صعب عن ان هي مبهدلاك ومعذباك ومدمراك تسافري دبي. ده دبي فيها الكلام ده. انت بتقوله جد ولا بتقوله هزار؟ لا والله بتكلم معاك في التحت. عشان رقصة؟ وده خبر. هي الابهات بتتشل من شويه. ده خبر من الاخبار اللي تشل. اللي انت بتقوله ده يا احمد، اللي انت بتقوله ده. ايوه يا مريم، هو دي مش وحده، ناس كتير شغالها وبتشتغلها وناس كتير يعني عملوا اسم كبير في مصر، واحنا بنحترمهم حتى ونعمل لهم حساب زي في عبده زي الحاجة يوقع زي الناس دي. مش تقول ان فيها فلوس. تعالى بقول لك يا مريم اقسم بالله ولا بقول لك روحي تعملي حاجه غلط. ده ديوس فعلا، ديوس. انا ديوس. البيت ده طاهر وهيفضل طول عمره طاهر. البيت ده طاهر. كانت انا واحده ست مطلقه بتتصل بيا 1:30 بالليل. مفيش راجل في الدنيا دي كلها يقدر يخترقني من بعد 10 بالليل. ما طبعا، لكن انا ابو العيال يا مريم، مش احنا اللي كنا. مش انت ابو العيال تكلم العيال مش تكلمني انا. ابو العيال يكلم العيال، لكن يكلمني انا 1:30 بالليل انا مطلقه. في اصول الكلام ده. لما تبقى جوزي ان شاء الله تكلمني 3 الفجر. ده لما تبقى جوزي يا مريم. عيب الكلام ده. لا مش عيب. 1:30 بالليل تتصل بيا، ما يصحش يا احمد كده. ما تكلمني الصبح.
ما تكلمني الظهر، ما تكلمني العصر، 1:30 بالليل دي اذا في لا قدر الله حاجه حصلت، ساعتها انا بقوم مخضوضه. طيب دلوقتي الشيخ ابراهيم جايب لي الفطير مشلتت وقشطه بلدي، وانا بعت لابنك قولوا الكلام. المصحف، قولوا المصحف انت متصل بيا 1:30 بالليل عشان الشيخ ابراهيم جاب قشطه بلدي وفطير مشلتت. الراجل موصيني وانا وبعدين يا أكرم في العيل الأصفر الزبالة الرمة اللي مطلع شيماء النقيب معاه تغلط فيا برضه تتعرض لجوانب شخصية في التوقيت ده. الموضوع ده خطير جدا جدا جدا. وبعدين في الواد الفاشل ده، وبعدين يا أكرم وانا اتأكدت خلاص صاحبة مريم يعقوب شيماء النقيب دي